التفكير الامريكي عند السادات لم يكن ظهوره في هذه المرحله. انا اتصور انه هو كان العضو الرئيسي في مجلس قياده الثوره ذو المزاج الامريكي منذ الخمسينات، ومعروف داخل مجلس قياده الثوره بهذا الشكل. بماذا تقصد أنه حتى حرب أكتوبر كانت توحي بهذا المزاج الغربي؟ كان يقول أنها حرب تحريك وليست حرب تحرير. ألم يكن هذا هو الواقع؟ ما هو طبقا لميزان القوة؟ لا، أنا أتصور أن ميزان القوة يحسب عربيا ولا يحسب مصريا. ما الذي أقحمنا في هذه المعركة من الأول إذا كنا سنخرج منها منفردين بهذه الطريقة؟ هل السادات شهيد من وجهة نظرك؟ ستقول لا. هل خالد الإسطنبولي وحسين عباس من الشهداء؟ ستقول نعم. ما هو الفارق ومن يحدد الشهادة؟ أنا اختصرت الوقت إلى أبعد مدى. يعني إذا أردت أنت أن تعتبر السادات شهيدا فهذا حقك. يعني هو من يعتبر من يحدد الشهداء هو الله سبحانه وتعالى وليس بالضبط كده. طبعا هو القطع طبعا في هذه الأمور غير مقبول. حتى إذا قتل أحدنا نقول نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله يعني. وأدعو من يشاهدنا إذا أراد أن يستمع إلى تفاصيل عملية الاغتيال وكيف تمت عملية الاغتيال وكيف تم التخطيط لها، مواقع أو اليوتيوب شبكة الإنترنت مليئة بهذه التصريحات الصحفية لك ولآخرين. ولكن سأستغل هذا الوجود لأسأل لك، هل أنت راضي بشخص أو بفكر يبحث عن الحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة بوصول الإخوان المسلمين؟ هل تعتبره المنتهى أم تعتبره درجة للوصول إلى الهدف الأكبر؟ السادات سابق الأحداث وسابق الزمن بمجموعة من الإجراءات، فاتخذ قرار ليس قرارا تنظيميا انما قرار جزئي. يعني سبق الاحداث بماذا؟ فعل ماذا؟ بمجموعه من الاجراءات كان منها قرار تحفظ، ومنها وفق قرار التحفظ تم كشف التنظيم. فقررت مجموعه من داخل التنظيم. كشف التنظيم امتى؟ كشف التحديد يوم 25/9/81. انما كان هناك فرص للسادات قبلها وتم وعرضت ورفضت لانه ليس الهدف هو اغتيال الرئيس. كانت ازاي كان هيتم اغتياله؟ يعني بس كان في استراحه القناطر، كان في ضابط شرطه عسكريه معه في المكان وقال انا ممكن اغتيل. لا، ليس هذا اغتيال الرئيس. هناك اكثر من فرصه بهذا الشكل. رفضت لانه لم يكن منهج في هذا كان الهدف هو ثوره شعبيه وليس لو خلصت من الرئيس هتحتاج تعبأ من جديد وضع شعبي ضد رئيس جديد كما حدث بقى في عصر مبارك. احتاج 30 سنه حتى أدرك الشعب مدى جناية هذا الرئيس على الشعب، وسخط الشعب بالقتل الذي رأيناه بعد 30 سنة وخرج عليه هذا الخروج الكبير. القرار متى اتخذتم القرار أنه حان الوقت لأن يتم التخلص من هذا الرئيس؟ بعد يعني الوضع الفيصلي كان هو مجرد أن وصل إلى الضابط خالد الإسطنبولي رحمه الله خبر أنه تم تفتيش منزل عبور الزمر، فقال خلاص يبقى كده خطه الثوره الشعبيه ضبطت في داخل بيت عبور الزمر، يبقى لابد من من التحرك. ضبطت اوراق؟ لا لم تضبط، لكن هو تصور انها ضبطت. تمام. هو امكن اخراجها والتخلص منها رغم وجود الامن في داخل البيت. دورك دكتور طارق في هذه الخطة؟ أنا دوري كان عبارة عن تجهيز طلقات كانت موجودة عندنا كانت عندي في أحد الأماكن يعني، وتوصيلها كانت عندك في أحد الأماكن إزاي؟ خالد الإسطنبولي كانت إزاي عندك في أحد الأماكن؟ أنهي مكان كانت عندك هذه الطلقات؟ هذه الطلقات كانت موجودة مخبأة يعني في مكان ما. كيف كنتم تجمعوا هذه الطلقات؟ والله كان يعني السلاح في مصر ما اسهل شراؤه، وكان رخيصا جدا ليس بالقدر اللي وصل والنظر وان الفكره الرئيسيه للتنظيم لم تكن عمل عسكري، فكان هذه الطلقات لمجرد تدريب مجموعات خاصه لحمايه الثوره عند اندلاع الثوره الشعبيه عند اندلاع، فكان الحاجه الى السلاح كان قليل جدا في هذه الاوقات، فكان جزء منه موجود عندي الطلقات وتم امداد فعلا الاخوه بها، ودي اللي طبعا حكمت بها ب20 عاما في السجن. في الحقيقة أن على قدر قناعتي العلاقات داخل التنظيمات الإسلامية فيها قدر كبير قوي من الثقة، كان وظل حتى التسعينات أو بداية التسعينات لا يسمح لتخيل أنه يمكن تجنيد أحد أعضاء هذه الجماعات. التسعينات بقى مورست عمليات عنف فظيعة جدا، وبدأ تجنيد بعض أعضاء الجماعات الإسلامية أو التنظيمات الإسلامية من خلال التعذيب. إنما حتى التسعينات، حتى أوائل التسعينات كان من المستحيل أن يخطر على الذهن والبديهة
ان يتم تجنيد احد افراد الجماعه الاسلاميه، وبالفعل لم يكن قد تم.